هنعمل ايه في عيد الاضحى عشان نحاول ما نزيدش في الوزن؟ اول حاجه هنخلي اللحوم في وجبه واحده بس، نشيل منها الدهون، واذا حبينا نفطر كمان ممكن نعمل كبده اسكندراني بالخضروات، فلفل اخضر وفلفل الوان، ونستخدم معلقه دهون واحده بس. تاني حاجه لو هتعملوا جلاش او رقاق نعملهم بدون دهون خالص، وبس نضيف حليب وبيضه وملح وفلفل على الوش. تالت حاجه اللحوم هنحمرها في الفرن او في الاير فراير بدون ما نضيف لها اي دهون. رابع حاجه الفته هنعملها بخبز اسمر او من الحبوب الكامله وهنحمصه في الفرن بدون اضافه دهون، والشوربه هنشيل منها الوش، وطبعا هنقنن كميه الوجبه اللي هناكلها. خامس حاجه هنعمل طبق سلطه مع الوجبه الدسمه، واكتره يكون اوراق خضراء زي الجرجير او البقدونس عشان يمتص جزء من دهون الوجبه. سادس حاجة هنشرب شاي أخضر بعد الوجبة الدسمة، وممكن نشرب كمان لبن رايب أو زبادي قليل الدسم عشان نحسن الهضم. سابع حاجة الفاكهة هتكون بين الوجبات، ويفضل ناخدها كمان قبل الوجبة الرئيسية، وهنختار الفاكهة اللي بتقلل امتصاص الدهون زي التفاح والكمثرى والموز وعيلة البيريز والرمان، أو الفاكهة اللي بتساعد في هضم اللحوم زي الأناناس. وآخر حاجة وأهم حاجة إننا نزود شرب المية ونخرج ونتمشى علشان نحرق الدهون اللي أكلناها أو نحرق الوجبات الدسمة. ويا رب العيد علينا جميعا بصحة وعافية.